ليكوا وحشه. فيديو النهارده هيكون عن اوعى في يوم تسيب وتكسر كلمه النصيب، وخلينا نخش على فيديو النهارده. اوعى في يوم تغيب وتكسر كلمه النصيب. ده ترند لسه نازل يا جدعان، ما بقالوش يومين بس مدغدغ. كل اتنين كانوا متصورين صوره في العيد يروحوا ينزلوها عليه، يقول لك قدري وحب عمري او مشكله بيكمل. مفيش حد بيكمل اللي بعده. راح يصير لو اخذنا دبانه من جده وديناها معانا على القاهره. يلا نروح نشوف. الفاضي يعمل قاضي. فلوج الدبانه رحله تنقلها الى مصر كانت رحله جميله جدا. يا جدعان اعمل لكم حبه فلوجات الفتره الجايه محدش هيشوفها. اللي بعده، صاحبك اللي مفيش نعجه راضيه تبص له، ولو لقى واحده بتتكلم معاه علشان تلبسه ويجي يتقدم لها. اوعدك كل اللي حصل قبل كده هشيله من دماغك خالص. اعتبر ان هو كان شيئا لم يكن. صدقيني المره دي انا غيرهم كلهم هشرب بق ميه واجيلك. وفي الاخر هيخزوقك، او هي غالبا هتخزوقك. لو انت بتتعامل بما يرضي الله هي هتخزوقك. خد ماوس ليزر. ولو انت بتعامليه بما يرضي الله هيخزوقك. خد ريدر فلاش. اللي بعده، اخر ساعه في الشيفت. يا ولاد المرة اكتبوا اللي انتوا عايزينه في ورقه وانا هجمعه واعمل لكم الاكل. ده هي الساعه الاخيره بيحلى فيها الشغل. لكن اللي بعده، رقم جلوسك كام؟ دول غالبا يا جدعان بيبقوا قاعدين في قعدات عائليه كده، يبقوا قاعدين انت عملت ايه صح في كذا، انت السنه كام يا حبيبي؟ طب ما تجيب رقم جلوسك اشوفها لك. انت مالك؟ انت مال امك انت مالك وانت مال شكلك وانت مال اهلك، انت مالك انت؟ مش شغلتك انت خالص، مش حدوتك انت خالص. ما تخليك في حالك، لازم ينكد عليك يا ابني. اللي بعده، اول يوم لك في خدمه العملاء، اول مكالمه تجيك. السلام عليكم. عليكم السلام، كيف نقدر لا نخدمك؟ اخدمك ولا تخدمني. توه زميلك مكلمني ولا فادني بشيء. ابغى اتكلم مع المدير. طيب دقيقة ولا بس ممنوع نتكلم مع المدير. لا ما لا تضحك، لا تضحك. انت بتضحك ليه صح؟ يعني بتضحك على يا شمير، ضحكتك مستفزه. اللي بعده، بكل صراحة وشنو هو البلد العربي اللي تقبلي وتتمني تتزوجي منه؟ مصر. يبان لك شغل لو ميم مونتاليتي تاع الرجال. ايه الجزائر في القلب داير. اللي بعده، ايه الفكره العبقريه دي؟ اقسم ازازه 2، الحرامه هينبهر لما تجيب الازازه وتقطعها 2 وتروح ملبسها كده العجله وتروح رابطها، الحرامه هيعجز. اموت واعرف الافكار بنت اللازانيا دي بتجيلكم منين؟ الافكار دي بتجيبوها منين؟ من الملكه؟ ايه ده؟ توكل على الله يلا يا مصيني. اللي بعده، لو كان المهر علينا نحن البنات كم بتدفعي مهر؟ بلاش تدفع حتى 5 ريال. احنا انسان احنا يتمنعون وهم الراغبات. انت كيوت والله بس مش نوعي المفضل في البنات. لكن اللي بعد، خلينا في الفرح اللي جاي ده. اوعى في يوم تغيب وتكسر كلمه النصيب. انا وعدك ونشتر حبيبي وتحس معايا بالامان. اعاد اللي فات ومعاك اجدد النشاط. حلوه الاغنيه دي بس سبحان الله ما بنلحقش نغنيها. اللي بعده، والله يا ابو علاء عايزك تدلعني. ابو علاء، اموت انا في جو الافراح ده. اللي بعده، النشيد الوطني المنتخب النيوزيلندي ده. احب اقول لك هيعملوا معانا واحد سمنه مظبوط عشان كتر التريقه بتاعتنا، عشان احنا شعب دمه لطيف قوي وخفيف. هيحطونا في الرغيف. لكن توقعات ان شاء الله ان مصر باذن الله يعني زي بعضه توصل لنهائي كاس العالم، حتى لو كل العرب يخرجوا من المجموعه الا احنا. كلنا اخوات وتحت اسم واحد. اللي بعده، جميل بتعمل ايه؟ قال لي بصور بكسوتي حاجه يعني انا عيب ان انا قلتها بصراحه. لا يا جدع خد راحتك، ده انت حتى على قناه زي بيكو يعني. يا روان، يا لهو بابا يا لهو. ايه يا بنتي؟ اي بابا. اوه ماي جاد. لا ابوها مش شايف ده يا بابا، علبه الكتل بس طلع لها ايدين ورجول لا يا باولو ورجل في النص. ما عملتليش الشاي ليه؟ ما لقيتش شاي فقالت تجيب السكر اللي هو انا. اللي بعده، جرب بقى كوبس الكهرباء، شلالات ميه، عوم يلا وارتاح. عايز ايه تاني؟ انت بنوفر عليك بدل ما تقعد تبرم وتعمل، دوس كوبس ايد شغل بس كده. احنا بنعمل تطور ما جاش على بال حد. اللي بعده، فاكر اني هتجوزه بعد ما بعت لي صوره جسمه.
ده انا لو حتى هتسل ما تنفعني ومش هقبل تقول لي معاكي مستقبل اكيد انا مش عبيط واحد. قلة الأدب دي بيبعت لك صورة جسمه وفاكر بقى إن أنت هتاخديه ولا تاخدي واحد من اللي بيطلعوا على النت. العيال بتاعت الفيديوهات النت دي قلة أدب ومسخرة. فين أهاليهم دول مش عارفين يربوهم؟ الواد يطلع لي على النت ويعمل لي فيديوهات وكمان بقى يبعت صورة جسمه للبنات. يا نهار طب مش حرام عليك بعد ما خليتيه مش ولد ولود واللي ببطنه يعمل فيه إيه؟ يا ظلمة يا كفرة. يا جدعان اللي بعده لما تطلب سكوتر ويجي لك عريس في الجنة. في حاجه يا صاحبي؟ طلب درايف يا صاحبي. على جنب وحبي. اللي بعده لما تروح تلعب بفلوس حرام. حاشا لله. ضربه في معميه. ده انا في نص هدومي هقلع التيشيرت احطه على جنب. خد ماوس ليزر. وعلى جنب يا اسطى. اللي بعده اوعى في يوم تغيب وتكسر كلمة النصيب انا وعدك ولاشتر حبيب. اشهر قصه حب اعرفها التاريخ. عايز تفلح وانت عارف مين دي ومين ده؟ تدفع على وش يلا. اللي بعده ده كمين موقفها يا جدعان. طبعا هنا بتطلع الرخصه يعني. شايفين النظر الحركه دي لو كنت عملتها في مصر كنت زمانك يعني مش قادر اقول لك يعني بصراحه. ده وكمان منزله الفيديو. اللي بعده المره بتاعت الخضار اللي سبت لها 5 جنيه زياده وهي بتوجب معاك في فرحك. والله يا اخواتي شكلي مش هعمل فرح ولا ليا فرح ولا ليا حد افرح معاه. مفيش حد بيكمل. احنا كبرنا نفرح للناس ونشوف افراح انما فرحنا هيبقى في الجنه ان شاء الله من حور عين. تعالي يا وليه. انا عايز افرح كتير النهارده. اللي بعده وربنا قلت له كل لما المنطقه تنسى اللي بحط عليكم تجبروني ارجع افكرهم تاني. ده الدوري الفرنسي بيحفل على الدوري الانجليزي ودي الصفحه الرسميه بتاعت الدوري الفرنسي. مصر تؤثر ولا تتاثر. اللي بعده لما تتقابلوا واقع بعد ما كنت بتنبهر بشخصيتها في الشات. دمك تقيل تقل. انا ما شفت كده دمك تقيل بطريقه والله ما طايق نفس الدقيقتين اللي انا قاعدهم معاكي. والله ما طايق نفسي وحتى الوقت مش عاوز يجري. يعني الوقت حتى مش عاوز يجري. ده انت عليكي تقلي دمها تقيل. ده نهايات اخلاق لكن انا عمري ما اعمل كده. انا الحمد لله رب العالمين خارج من بيت اصول يا ولدي. امال ايه؟ اللي بعده ده خوان بريزا يا جدعان او خوان بريزا ولا باريزا ولا ما اعرفش اسمه ايه. ده بيحكها في المنتخب المصري عشان طبعا هتيجي تقول لي طب ده هو برازيلي. ايوه انا عارف ان هو برازيلي لكن مش هيلعب على نيمار ولا فينيسيوس فيعمل ايه؟ شغل دماغك يقول لك مصر بقى عشان نجيبه. بس هنحطك فين يا ابني؟ مكان محمد صلاح ولا مكان هيثم؟ مش هينفع. يلعب بقى خط وسط. اللي بعده المدرب واللعيبه اللي رايحين بيهم كاس العالم هيبهرونا. ما تيجي انا لا هنا بيقول له انت فين يا كابتن يعني عشان النيه الوحشه. رجعوا احسن يضربوني. يا حبيبي تحب وداني. لا حول ولا قوه الا بالله. ليه واقف فيه؟ اللهم اجعل الصعب سهل وكنت شئت فعل. والله عسل والله ناس عسل يا جدعان. عادي يا جدعان انتوا ما نطلعش كاس عالم تقعدوا تشتموهم نطلع ونرجع تقعدوا تشتموهم. طب يعملوا ايه طيب؟ لا اله الا الله. ده لغات يا جدعان ايش فاهمكم انتوا؟ اللعيبه دي مظلومه. اللي بعده لما تشغل دماغك بس انت في مطعم كشري اسمه محل كشري. ازاي مطعم كشري دي؟ حسابك كام كده يا باشا؟ 20. ممكن العب معاك لعبه؟ اتفضل. هحط لك ال 50 جنيه ديت تحت العلبه. لو عرفت تاخدها من غير ما تمسك العلبه حلال عليك الباقي. تمام. اديني الحلو شبه ساده كهرمان زياده. هات ال 50 جنيه من تحت العلبه دي خليها في ايدي دي. روح يا ابني بلاش يا ابني المصريين يا ابني. اللي بعده هتنكد عليك يلا. اللي بعده لو سمحت يا دكتور كنت عايز كريم تفتيح البشره. يا ابني كريم تفتيح بشره ايه ده؟ انت وشك ده عايز بستله معجون 5 كيلو من عند الموال. ويا ريته هيجيب نتيجه يا ابني. لا اسطوري. اللي بعده زيتونه سخن الطار لعيد الميلاد يا شكري. يا جدعان كان فقر الراجل ده بس بطل ينزل المحتوى. والله العظيم شوف رمانه هيديله على عينه للصبح. بياكل كم ضرب في البرنامج ده بس كان دمه خفيف بصراحه. اللي بعده لا انت شبهي ولا انا شبهك. ممكن تطلع بره حياتي؟ والله العظيم يا ياسين ما هتشوفيني في حياتك تاني ولا صدفه.
بالعكس يا ريت لما حد يعمل كده معاك تاخد بعضك بالفعل وتحافظ على الباقي من كرامتك وتمشي خلاص، ما فيهاش تاني. حطها قاعده في دماغك لما يجي البني ادم يقول لك انا مش عايزك ويحلف بالله العظيم، هو بالفعل مش باقي عليك في اي حاجه، هو بالفعل مش مستنيك ان انت تكمل له حاجه، هو خلاص بالفعل مش عايزك، هو خلاص استكفى. انت بتبقى باقي مفكر ان هو لا لسه بيحبك، خلاص الحب بيخلص، كل حاجه بتبقى لها مده صلاحيه عادي، ممكن ما يكونش حب عمرك زي ما انت متخيل، تقبل ده، هي الدنيا كده يعني. بس هل مثلا يا محمد لما انا بمشي مع الحد عدل ومش متلاعب وكده، هل ده كده دي ميزه ولا عيب؟ لا دي ميزه. طب بس انت استخدمتها مع الشخص الغلط، طب الحمد لله رب العالمين ربنا يكشف لك الشخص وانتوا لسه على البر، افضل بكتير ما يحصل جواز بينكم، يعني تعرفوا وانتوا مخطوبين افضل 100,000 مره من انك تعرفها بعد الجواز وتجيب عيل وتظلمه. وعادي طالما انت بتتنازل مره 2 3 4 وحاولت تصلح في الشخص 1000 مره وهو مصمم على اللي في دماغه، خلاص هو مش عايزك، هو بيعمل كل اللي بيخسرك، انت بتقول له الحركه دي هتخليك تخسرني فهو يروح عاملها اكتر. يعني انا بقول لك يا اللي ما عندكش دم امشي لحد وهو بقى ما يجي خلاص بقى يفيد بيركل من كتر برودك وتناحتك فيجي يقول لك انا مش عايزك، والله العظيم ما عايزك. طب مستني ايه؟ تقول اصل عشان خاطر الحب اللي كان بيننا هو بايع اللي كان بينكم، انت ليك اكتر بكتير، انت قدمت كتير هو ما قدملكش، انت اللي مقدم كتير. طب ما تاخد بعضك وتمشي. يعني في ناس بتبقى في علاقه بقالها 10 سنوات و5 سنوات وربما كمان يكونوا متجوزين وهو عارف ان العلاقه توكس ومكمل، يعني يقول خلاص بقى 10 سنين، يعني انت تعيش الباقي من عمرك ظلم ولا حاجه ان انت كده قليل اصل، بالعكس انت اصيل جدا وعملت كل اللي عليك وزياده، لكن الشخص ما قدرش، الشخص خلاص مش عايزك، الشخص شافك بنظره شافك ضعيف من كتر ما انت بتعامله كويس ومن كتر ما انت حنين عليه ومن كتر ما انت بتديله اللي اي حد يتمناه، هو شاف الضعف فبالتالي مش هيبقى شايفك بعدها. طب انا افضل قاعد معاه وعايش ضعيف ويهين فيك ولا تاخد بعضك وتمشي؟ لا طبعا الاجابه اخد بعضي وامشي واعز كرامتي سواء واحد او واحده. فعادي تقبل ده، انت مشكلتك مع الرفض ان انا مش متقبل ده، انا لا انا هفضل بقى وخلاص، واصل عدى 10 سنين والعشره، هو مش عامل حساب للعشره، يعني يوصفني اقول لك ده ولا عامل حساب ليك ولا عامل حساب لزعلك، اتفلق وكل خرا من تحت رجلك، يعدمك ما يعدمكش، تكون موجود ما تكونش موجود، تعيش معاه ما تعيش، على حدين سوا. هو ربك اعلى واعلم بنوايا الشخص اللي قدامك، انت ما تعرفهاش، هو مش زي ما هو مبين لك، فخلاص ربنا سبحانه وتعالى قال لك خلاص لحد هنا وانتهى، انا بقى مستحيل ومكمل، يبقى انت هنا اللي بتأذي نفسك، وما ترجعش تلوم حد الا نفسه، وخليك دايما عارف اني انا السبب الغلط ده، انا السبب في ده، انا اللي خليته يتمادى، انا اللي خليته يتمرع، انا اللي خليته يحس ان لا في قبل ولا بعد، لحد ما كتر المرع ده جاب له صرع، شايف نفسه اوفر. امتى هيشوف نفسه في وضعه الحقيقي؟ مش ان انا اهد اللي بنيته، لا، بايدك والله العظيم تقول كلمه ولا كلمتين اخلي ثقه الشخص اللي بيجي لي مهزوز قوي، اخليه يبقى ثقته في نفسه بالارض سوى الارض. انا اللي علمتك ازاي تطير، مش سهل عليا اروح معجزك في جناحك اخليك ما تعرفش تطير بعدي، بس لا انت ما تاذيش حد. عارف ليه؟ عشان انت اصلك طيب ومعدنك محترم، فلما هتيجي تاذي حد هيأنب ضميره، وخد في معلومك هيترد في عيالك، ما انت تبص لقدام برضه، فتعود لا انت مش هتاذي حد ولا هتقول حاجه، تاخد بعضك وتمشي وتعز نفسك وكرامتك وتعرف قيمه نفسك كويس، وما تخافش من العوض ولا تستعجل، هيجي لك العوض وهيجي لك احلى من العوض، وهيجي لك ناس في حياتك سواء صحاب او سواء حد كان خاطب حد واتفسخت او ايا كان او شغل وراح، هيجي لك افضل 100,000 مره. فخليها على الله وارضى، اهم حاجه الرضا بقضاء الله، ما تقاوحش، ما تقعدش تقول ليه يا رب اصل ما تقعدش تولول، تقبل ده. زي البني ادم لما يكون عايش ومات هنقعد نقول ليه يا رب موته، ليه يا رب مات، ده قدر ربنا، ده ربنا عايز كده، خلاص مات، احمد ربك واشكره وانت جاي في الاصل لعباده ربك، وعيش حياتك ولا تحزن. ربك سبحانه وتعالى ما قالكش تحزن. طب هل يا محمد مثلا ما عيطش؟ طب ما انا جوايا حبه مشاعر برضه، لا عيط بس ما تقفرش عشان عينيك هتضعف يا خايف، عينيك مش هتشوف بيها بعد كده من كتر الدموع. وبعدين فكر في الموضوع، عيط على حاجه تستاهل، عيط على حاجه تكون بالفعل انت خسرتها، انما انت ما خسرتش، هو اللي خسر. طالما هو صمم على خسارتك يبقى هو اللي خسر مش انت، فاهم بالي؟ خليها على الله، واشوفكم على الفيديو الجاي، ودمتم دايما في امان الله ورعايته. السلام عليكم. فيديو جديد خلص بس الاكشن لسه شغال، يا عيلة محمد صبري رجالة في اي مجال، دوس لايك اشترك عشان الجاي زلزال، محمد صبري ده الدولة مفيش كلام يتقال، اشوف وشوشكم بخير، سلام يا ابطال، محمد صبري وحش الكون.